ليك قول لي اخبار كندوسي ايه؟ والله كله كويس، كله زي الفل، الحمد سلم لله، لي عليه كله تمام. كتير. حبيبي ربنا لعيب يخليك يا هايل ابو حميد. والله. يعني الواحد ما كانش مبسوط قوي ان هو خرج من الدوري المصري. الحمد لله رب العالمين، يعني طيب، الخير فيما اختار والله، الحمد لله. الحمد لله. هو فين دلوقتي وبيعمل ايه؟ هو في سويسرا دلوقتي، يعني هو في الوجان السويسري. ايوه. اكيد انت عارف. اكيد، ما عايز بقى اعرف اللي جاي بقى. هل هناك مفاوضات جدية مع نادي الزمالك؟ لا مفيش مفاوضات مع نادي الزمالك. انا يمكن سمعت الفتره اللي فاتت دي عن ان في مفاوضات بين قندوسي وبين الزمالك. امم بس الحقيقه لا، مفيش برضه حد تواصل معنا من الزمالك خالص. بص يا مهيب، قبل ما يروح لوجانو على طول، قبل ما يروح لوجانو السويسري، امم كان حصل مكالمه تليفونيه كده، يعني وديه، ما ارتقتش لحد العرض الرسمي، ما بيني وبين كابتن ايمن الرمادي وبين دكتور حسام مندوه. ايوه. هو استفسر عن امكانيه ضم قندوسي. اه. واستفسر عن حالته في الوقت ده. فقلت له ان قندوسي لسه في مرحله التاهيل. امم وان نادي سيراميكا هيتفاوض على الرقم اللي هو عايزه بالنسبه لحال انتقال الصفقه يعني. ايوه. فالراجل بس اتفقنا ان احنا ان شاء الله لما نقرب شويه نطمن عليه نبقى نتكلم، ومن ساعتها ما اتكلمناش خالص في اي حاجه. يعني كان في بس اهتمام ايام ايمن الرمادي. ايام ما كان كابتن ايمن رمادي في الزمالك. طب هل لكن بعد في كده لا. اي ديل معمول ما بين الاهلي وسيراميكا ان هو ما يروحش نادي الزمالك؟ لا خالص، ما فيش كده اصلا، ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها. او النبي اتكلم، والنبي او النبي قول لا لا قول لا، ما فيش حاجه اسمها كده. لا ما فيش حد ولا في سيراميكا ولا في الاهلي فرض حاجه في اتفاق ان ما يروحش الزمالك، يعني ما فيش حاجه اسمها كده اصلا. طالما اللعيب اتباع خلاص يا جماعه، مفيش اي اتفاقات لعيب اتباع تانية. لنادي بره مصر خلاص خالص، خلاص. مش نادي في مصر. ولو نادي في مصر صدقني فهو يعني اللعيب حر يروح مكان ما هو عايز. بالظبط. ما ينفعش يكون ده شرط. بنسمع كلام غريب قوي والله. معلش يا يحيى، معلش لا معلش. لا والله احنا بص، ما فيش احنا حاجه من الكلام ده خالص. جايبينك توضح كل الكلام ده بس عشان ايه؟ محدش يتكلم فيه تاني، عشان عيب لا في لا، حاجات الصبح لو الزمالك اتفاوض على قندوسي وقدم عرض لنادي كويس اه وهو موافق هينتقل، مفيش اي مانع خالص. خالص، مفيش اي حاجه. يعني الناس، عايز اقول لك، الناس في سيراميكا وفي الاهلي، يعني عايز اقول لك يعني محترمين كفايه قوي، يعني ان بند زي ده يتحط، فاهمني؟ مستحيل. ما فرضوش عليه اي حاجه، طيب اللي هو مفيش حاجه اسمها هو تخش الزمالك. لوجاني السويسري ده حاطط فيه كام؟ حاطط فيه كام لفين؟ يعني لسيراميكا ولا عايز كام؟ لبيعه. لا واحنا كنا، هو لسه رايح. الناس اولا متمسكه ببقائه جدا، لان هو جزء من البلان اللي جاي بتاعهم في الفتره اللي جايه. قندوسي الفتره اللي فاتت دي ابتدى يشارك في التدريبات الجماعيه. مؤخرا لعب ماتش ودي، لعب 80 دقيقه. تمام. الماتش خلص لصالحهم 4-1، قدم مستوى كويس جدا. وبعدها الراجل المدير الفني طلع اتكلم عنه كلام كويس، اتكلم عن جاهزيته، وان هو الفتره اللي جايه لما يكون موجود هيضيف للفرقه كتير. فما فيش نيه عندهم اصلا للتفريط فيه الفتره دي. طيب يعني ده هو عنده النية ان ممكن يعود من بوابة نادي الزمالك؟ عنده مشكلة يعني، ولا لاعب محترف ما عندوش مشاكل؟ لا ما فيش مشكله في ان هو يجي نادي الزمالك، لكن لكن النهارده هل نادي الزمالك هيقدر يقدم عرض اللجان بالقيمه اللي هيكونوا طالبينها لو قندوسي؟ ليه لا؟ يعني جايز ربنا يفتح عليهم والارض ترجع والدنيا تتظبط. يا رب انا اتمنى نادي الزمالك يبقى في احسن حته في الدنيا، او ينزل كده او يلاقوا كنز. شخصيا نادي الزمالك نادي، يعني شخصيا بالنسبه لي نادي الزمالك نادي كبير، نادي طبعا تاريخه كبير جدا جدا. انا واحمد واي حد بيحترمه طبعا. فدي واي لعيب بيفاوض نادي الزمالك اعتقد هيفكر جدا ان هو ينتقل. نادي الزمالك كبير وجماهيره جماهير كبيره، ما حدش ابدا يقدر يرفض فكره ان هو ينضم نادي الزمالك. تشكرك. لكن لما طلعنا بصراحه من مصر ما كانش في بلان للعوده خالص. كان بلاننا ان احنا نكمل في اوروبا ان شاء الله وربنا يكرمه. لكن شرف لاي حد ان هو ينضم نادي الزمالك، دي مش حاجه اشكرك تضايقنا خالص ان اسمنا مرتبط باسم النادي يعني. اشكرك.